والراجل فحال ديالك شافت فيها عمتها وضحكات وقالت لها دخلاتها وقالت لها انت معايا حتى يجيب باك ويديك. قالت لها لا عمتي انا بغيت نبقى معاك ديما ونكون غير خدامه عندك حتى يسهل عليا الله ونتزوج. قالت ليها عمتها الا جلستي معايا ودرتي عقلك نهار يسهل عليك الله ندير لك احسن عرس. دخلاتها وعوماتها الخوت وغسلات ليها، كانت كتنغل بالجمل والصيبان ولحمها حالته، داواتها ولبساتها. واحد البنت كتعيش في العروبيه باها بغى يجوجها، جمعت حوايجها وهربات لعند عمتها للمدينه. دقات على عمتها غير فتحات ليها الباب بقات كتبكي. عمتها تخلعات قالت لها ياك ما خويا مات ولا وقعت لي شي حاجه. قالت لها لا عمتي غير با بغى يجوجني. قالت لها مالو بنتي اللي هرب الزواج هرب للطاعه. قالت لها لا عمتي با بغى يجوجني بالسارح اللي عندنا في الدار. قالت لها مالو بنتي غتعيشي معاه مزيان. قالت لها لا عمتي حنا في العروبيه مكرفسين وكنجيبوا الماء بتماره عاد نشربوه وما كندوشوش وما عندناش الضو وما عندناش الماء. انا بغيت نتزوج في المدينه وبغيت الدار فحال ديالك عمتي والراجل فحال ديالك. شافت فيها عمتها وضحكات وقالت لها دخلاتها وقالت لها انت معايا حتى يجيب باك ويديك. قالت لها لا عمتي انا بغيت نبقى معاك ديما ونكون غير خدامه عندك حتى يسهل عليا الله ونتزوج. قالت ليها عمتها الا جلستي معايا ودرتي عقلك نهار يسهل عليك الله ندير لك احسن عرس. دخلاتها وعوماتها الخوت وغسلات ليها، كانت كتنغل بالجمل والصيبان ولحمها حالته، داواتها ولبساتها وقاداتها. وعيطت لخوها وقالت له خويا بنتك راها معايا. قال لها النمروده جبتها غير مره واحده وعقلت على الدار. قال لها جري على الاديه، هذيك راه اديه اختي وغادي تاديك. قالت له ما عندها ما دير اخويا ها هي معايا خليها راه قالت غتجلس معايا حتى يسهل عليها الله ونجوجها. بقات مع عمتها. البنت ولات كتشعل، جا الراجل من الخدمه شافها قال شكون هاد الزين اللي عندنا في الدار. البنت شافت فيه وعجبها الحال وضحكات. جات المراه قالت له كنت تحشم هذه راها بنت خويا. قال لها كبرات تبارك الله ولات ديال الزواج. المهم دازت الايام وداروا علاقه. هذيك البنت واحد النهار صبحت كتقيه وتجي على راسها، ناضت عمتها داتها للطبيب. قال لها الطبيب هاد البنت راه حامله. شافت في بنت خوها وقالت لها شكون بنت خويا. قالت لها راجلك. المراه تصدمات رجعت للدار وقالت لراجلها واش بصح انت حملتي بنت خويا؟ قال لها ايه عجبك الحال قلتي ما عجبكش الحال الباب وسع من كتافك. شافت في بنت خوها وقالت لها ياك بنت خويا دخلتك وغسلت لك ونقيتك وعطيتك داري ونقيتك من الجمل والصيبان وفي الاخر طعنتيني وديتي لي راجلي. خرجي من داري. قالت لها انت اللي غتخرجي من داري، هذه داري وهذا راجلي وهادشي اللي فكرتي هذا هو باه. المراه تصدمات الخوت قالت تجيني الضربه من البراني وما يبقاش فيا الحال ولكن تجيني من دمي راه صعيبه الخوت. بقات المراه كتغوت وجمعت حوايجها وخرجت من الدار. شوفوا الخير الخوت، شوفوا الخير كيفاش كيتقلب على مولاه. كنتمنى الخوت ان الرساله ديال اليوم تكون وصلت وما عمركم ديروا الثقه في شي واحد من غير الله عز وجل والوالدين. هاد الوقت الخوت راه ما بقاتش الثقه، راه الحوايج اللي لابسينهم راه كنخافوا شي نهار يتقطعوا علينا ويخليونا عريانين. كنتمنى الخوت اللي عجبته هاد القصه يدير لايك ويبارطاجي الفيديو باش كلشي يستافد منه، والله يبعد عليكم شر الخلق.